في قصيدة أخرى؟ أكرمكم الله. نعم. فنوديك هناك الذين جاءوا من بعيد ولا نريد أن أكرمكم الله. نعم نعم دقيقتان إن شاء الله. هناك بيت القصيد، اذهب إلى بيت القصيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المرء مهما عاش غير مهاجر، يوما عن الدنيا يرى بمسافر، فتزودوا الموت يأتي بغتة، ما شئت كن من مؤمن أو كافر، فالظالمون يموت دون بقية، والمحسنون بقاؤهم بمآثر، والله ليس يضيع أجر المحسن، قولا ووعدا من إله الناصر، قد أنجز المولى لإبراهيم وعدا، بعده يأتي كثير مفاخر، قمنا بذكرى 10 سنوات مضت من فقده فينا وكان كهادر، وتزيد خيرات له عاما فعاما، إنه مثل لقول الساتر، إني أهنئك فهذا فضله، يا سيدي الدكتور عبد القادر، يا سيدي الدكتور عبد القادر، إني أهنئك فإنك سيد ذا قدوة حام ولست بفاجر، إني أهنئك على هذه المفازة والسعادة، دم بها وبشاكر، يا رب حفظا آل إبراهيم من شر ودر، من عدو ماكر، دم ناصرا لبنيه قم ببناءته، ذا أمنا يا ربنا ببشائر. والسلام عليكم. بارك الله فيك لالتزامك بالوقت وهذه الطوفة الأدبية. الآن أيها الإخوة الكرام، هذا الإلقاء الأخير نأتي إلى آخر هذه الجلسة إن شاء الله، والتي إن شاء الله سيكون آخرها ختام مسك. فالآن أحول الميكروفون إلى سماعة المدير المضيف الكريم في هذه البقعة، وأريد من الإخوة أن نتمسك بتلك الآداب التي وجدنا في المحاضرات المقدمة. كذلك أيضا أشجع الإخوة وخاصة الشعراء في مواصلة هذه المحاولات الفنية والأدبية. ونحن في الشمال دائما نقول بأن ليغوس من المراكز الأدبية، من أكبر المراكز الأدبية في نيجيريا. نعم، من المراكز الأدبية، من أكبر المراكز الأدبية في نيجيريا. أنا دائما أقول بأن تلك الحركات التي تحدث في ليغوس لا أظن أنها تحدث في غير من البلدان. فالذي أريد أن أشجع عليها الإخوة أيضا، هناك أشياء كثيرة تحدث في مجتمعنا، وخاصة فيما يتعلق بالاختلافات في أمور القضية. لو يا حبذا لو كنا نحول هذه الخلافات إلى الكتابات، بدلا من السب والشتم والطعن في أعراض الناس في فيسبوك وإلى آخر ذلك. كل هذه أمور ما نبتغي به وجه الله. ليس هناك فترة من الفترات، وليس هناك عصر من العصور يكون فيه اختلاف بين العلماء إلا وكان سببا للنهضة العلمية. انظر في العصر الأموي لما كان هناك نقائض بين الشعراء، هذه النقائض الشعرية هي التي فجرت ينابيع الإنتاجات الأدبية. وفي العصر العباس أيضا إن الخلافات بين الشيعة وأهل السنة والجماعة والخوارج والمرجئة وعلى شاكلتهم، تلك الخلافات الشرعية أدت إلى كسر تأليف. يا حبذا لو كنا أيضا بدلا من الشتم والسب والطعن في الأعراض نقدم ما عندنا من العلوم في سورة المكتوبات. هذا يفيدنا ويفيد الجيل القادم. وأخيرا أقول للشعراء، علينا أيضا أن نتعلم كيفية العرض والإلقاء. غالبا إن جمال القصيدة، جمال الشعر
يتميز أو يتجلى من خلال العرض. أتذكر 2009 ذهبت للمشاركة في مسابقة المهدي النبوي في العالم في ليبيا ومسكت نيجيريا، الذي كان الفائز الأول من المغرب. قصيدته هي أقل من الكثير من القصائد التي ألقي في هذا المهرجان، لكن لقوة الإلقاء أخذ الدرجة الأولى. فعندما تقارن ما كتبه قصيدته، عندما تقارنها بقصائد أخرى تدرك بأن ليس في هذه القصيدة شيء، لكن لقوة العرض والإلقاء كانت القصيدة هي الأولى. إذن الإلقاء هو الذي يبرز جمال وفنية الشعر. إذن أنا أشجع الإخوة كما كنا نحاول في إجادة كتابة أشعارنا، نحاول أيضا أن نجيد إلقاء والعرض. كل ما يشاهد مهرجان الشعر في العالم تدركون بأنه يهتمون بالعرض أكثر من اهتمامهم بالقصيدة نفسها. ولكن مع ذلك هذه الجهود مشكورة، وهي جهود لا نكاد نجد أمثالها في غير مدينة لاغوس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدنا وأن يحفظ مديرنا ويحفظ الشيخ أحمد المختار ويحفظ إخوانه جميعا. ونسأل الله أن يبارك في هذه المؤسسة العلمية الجديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون آخر خير، أن يجعل الله هذا المبنى فاتح خيرات والسعادات والبركات. ونشكر جميع الإخوة على صبركم وعلى تحملكم وعلى عدم السآمة والتعب من الصباح حتى إلى هذا الوقت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجهود جميعا في ميزان حسناتكم وحسناتنا جميعا. والآن أرسل الميكروفون إلى سماعة المدير الشيخ عبد القادر إبراهيم البخاري حفظه الله ورعاه. أعوذ بالله من الشيطان